للأسف قصة لمأساة، مأساة فتاة من الفتيات. اسمعوا إلى قصتها. زفافها بعد 3 شهور، سوف تتزوج بعد 3 شهور، لكنها لا زالت على علاقاتها الفاجرة، علاقاتها المحرمة. ستتزوجين يا فلانة بعد شهور، أنت الآن مخطوبة، أنت الآن رجل يريدك بالحلال، ولكنها لا زالت مثل بعض الفتيات: هذه آخر الأيام قبل أن أدخل السجن أفعل ما أفعل، فأستانس قبل ما أتزوج. عندها أصحاب وعندها علاقة محرمة وتفعل الحرام. قبل زواجها ب3 شهور اكتشفت أمرا. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول صاحبتها: اتصلت بي قالت لي تعالي أرجوك تعالي. تقول: فذهبت إليها فوجدت صاحبتي تبكي. ما الخبر؟ تبكين لأن زواجك بعد 3 شهور؟ تبكين ومثلك تفرح وتسعد وتستبشر لأن الزواج اقترب؟ قالت: لا، مصيبة يا فلانة. قالت: وما المصيبة؟ قالت: لا تخبري أحدا. قالت: ما الخبر؟ قالت: إني حامل. ماذا؟ حامل؟ ممن؟ من زوجك؟ لا، زوجي لم يقربني إلى الآن، ننتظر الزواج. قلت لها: ممن؟ قالت: من صاحبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا الآن حامل ومضى على حملي شهر وبقي على الزواج 3 شهور. أهلها لا يعلمون، أقرباؤها لا أحد يعلم، لو علموا لذبحوها قتلوها. ماذا تفعل؟ تقول: هي صاحبتي، كتمت سرها، كل يوم يمضي كسنة في حياتها، تصارع الآلام، تصارع الهموم والأوجاع. تقول: بحثت وهي عن حل لم نجد، استشرنا بعض الأطباء، ذهبنا إلى كثير من الأطباء، لا أحد يساعدنا. أي طبيب نسقط هذا الجنين؟ لا فائدة. أي مستشفى؟ لا أحد. أي إنسان نعطيه ما يشاء من المال، ولكن لم يستجب لنا أحد. اتصلنا على بعض الشيوخ، تقول، وهي للأسف تقول صاحبتها، تقول: حتى الذين اتصلنا عليهم من أهل الدين ما ردوا علينا بردود فتحوا لها على الأقل باب التوبة، على الأقل علموها ماذا تصنع ماذا تفعل، ما أخبروها. بعضهم عنفها، بعضهم صرخ في وجهها، بعضهم أغلقت هاتف في وجهها. للأسف ما اتصلت على أهل الحكمة منهم، ربما قدر الله عز وجل. تقول صاحبتي: كل يوم يزداد همها، تخنقها العبرات، مثلها تستعد للزواج، تبحث عن ملابس الزفاف، مثلها تبحث عن ليلة عرسها، أي صالة ستعمل العرس فيها، ماذا ستفعل في تلك الليلة، أين ستسافر بعد الزواج، مثلها تعيش في سعادة لا يعلم بها إلا الله إلا صاحبتي. تقول صاحبتي: تعيش في هم وغم لا يعلم به إلا الله. تقول: وفي يوم من الأيام اتصلت علي أمها وهي تبكي، قالت لي: يا فلانة، علمت عن صاحبتك؟ قلت لها: نعم، كنت عندها البارحة. قالت لها: أتعلمين ما الذي حصل؟ قالت لها: لا، خير إن شاء الله يا أم فلان. قالت لها: ما ندري، دخلنا عليها في الصباح وجدناها على الأرض، ملقاة على الأرض، حملناها إلى المستشفى، قالوا لنا ماتت منذ الليل. بكيت، قلت لها: كيف ماتت؟ قال الطبيب: أكلت حبوبا سموما وانتحرت، بنتكم منتحرة، قتلت نفسها وزفافها بعد 3 شهور. انتحرت لما؟ همها قتلها، ذنوبها قتلتها، المعصية جعلتها تنتحر. دعني أكسر أغلالي وأوصاري، فالهم أعلن بين الناس أسراري. دعني أسح دموعا أشربت بدم، وأرسم الحزن في قرطاس وأشعاري. أصحو وأغفو ولكن بين أجنحتي قلب تقلبه الشكوى على ناري. أصبو إلى روضة بالحب وارفة، كبلبل موجع يهفو إلى داري. غيري تربت على القرآن باسقة، فأثمرت وازدهت في طاعة الباري. كأنها وردة شماء زاهية في دوحة الطهر أو في روض أزهار. في قلب راضية، في ثوب زاكية، في طهر غادية، في حسن أقمار.
أما أنا قد لهم الخطب في كبدي، وسودت سيئاتي لوحة تذكاري. تقول هذه الصاحبة بعد أن كتبت قصة صاحبتها، تقول للمجتمع: حرام عليكم، حرام عليكم، هذه ضحية. نعم هي أخطأت، لكنها ضحية لمن؟ ضحية لمجتمع سمح لهذه الأمور أن تنتشر فيه بلا وازع ولا رادع. ضحية لأم كانت غافلة، أم غافلة لا تعلم عن ابنتها شيء، أب لا يعلم عن بنته شيء. أمي لها في بحور الفن ملحمة، قد اعتلت في المآسي كل تيار. الزيف أتعبها، السوق غيبها، يا ليت لي عطف أم ذات أطمار. ولأب لم أذق في ظل مهجته معنى الأبوة من عطف وإيثار. أحلامه في رؤى الصفقات لاهثة، في بؤس سمسرة أو طيش أسفار. على لساني سؤال عنه محترق، قد باع حبي وتحناني بدينار. ضاع الرقيب فهان العرض في زمني، حتى استوى فيه إقبالي وإدباري. تسطو الذئاب على شاة مغفلة، فاستسلمت بين أنياب وأظفار. الدار من روعة الآلاء مترعة، وللهدى في رباها نوح إقفار. قد فتحوا للبلايا ألف نافذة، ودون صوت التقى أسوار أسوار. نعم فتحوا أبواب الفجور، وزينوا للفتيات كل حرام. الإنترنت مفتوح على مد البصر، وما تشتهي تراه وتدخله. هواتفنا قال للأسف فيها الصور الداعرة الفاجرة، تشتريها الأم هدية لبنتها وهدية للمراهقين من أطفالها. الأب لا يعلم إلا جمع الدينار والدرهم، قد غاب عن البيت فكأنها يتيمة ولها أبوان، لا يعلم عنها أبوها ولا تعلم عنها أمها. خذ المال يا بني، وعندك السائق تذهبين إلى أي مكان شئت، لكن أرجوك لا تزعجيني فعندي مسلسل أتابعه. يا بني عندك المال ومعك السائق، واذهبي مع الصاحبات، فأنت إن شاء الله متربية طاهرة صالحة، اذهبي إلى أي مكان تشائين. سبحان ربي، كانت نهايتها ماتت البنت، انتحرت. نعم هي قتلت نفسها، والمنتحر والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا. لكن الأمة مسؤولة، لكن الأب مسؤول، لكن المجتمع مسؤول، لكن العلماء، الشيوخ، الدعاء، المصلحون. أين المجتمع؟ أين الناس؟ أين هم؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. إنها قصص، إنها عبر، لكن أيها الإخوة والأخوات، لننتبه لأنفسنا، لنتقي الله عز وجل، لنعتبر، لنستشعر، لنهتم بأهالينا، بأولادنا، ببناتنا. كم من أم غافلة عن بناتها، ترسلهن إلى صاحباتها في البيوت، ما تعرف أن لصاحباتها إخوان ورجال في البيوت. كم من أم ترسل بناتها مع السائقين، ما تدري أن السائق رجل، بل هي تدري لكنها لا تريد أن تتذكر هذا، أن السائق رجل مهما كان. تخرج بناتها بأي لباس، بأي عطر، بأي رائحة، لا تبالي، إلا أنها تتابع المسلسلات والأفلام والفضائيات والموضات والأسواق، وتجلس مع جاراتها وتفعل ما تشاء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وأن يحسن لنا خواتيمنا وأن يثبت أقدامنا. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.